السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل متابعيني المحترمين هنا من كل مكان. مشكلة النهاردة مشكلة غريبة جدا. أنا أول ما قريتها استغربتها قوي، يعني مشكلة ما حدش بأمانة يتوقعها. أم بعتالي بتقولي أنا عندي ولد وحيد وبنتين، ما عنديش أولاد صبيان تاني، يعني ده ولد واحد، ديك البرابر على البنات، بنتين وولد. جوزي راجل غني جدا معروف جدا في القاهرة، عنده محلات قطع غيار سيارات، عنده كمان اكتر من عمارة، غني جدا يا هبة. طلب مني في اول جوازنا ان انا اجيب ولد تاني مع ابني ده اسمه عادل، ابنها ده اسمه عادل، مع ابني عادل عدولة حبيب ماما. بس يعني ما حصلش نصيب، انا جبت البنتين وبعد كده ما حصلش نصيب لحمل تاني، وحمدنا ربنا عليهم وقلنا ايه خلاص الحمد لله على كده. طبعا ده ابني الوحيد، انا مدلعاه جدا، هو ديك البرابر ما عنديش غيره. يعتبر يا هبه كده نور عينيا، كل طلباته مجابه، مش بستخسر فيه اي حاجه، ولا انا ولا ابوه. علمته تعليم كويس لحد ما اتخرج من الجامعه، هو حاليا محاسب، لسه متخرج من الجامعه. بفكر ان انا اخطب له، ادور له على عروسه كده بنت حلال، هو محاسب قد الدنيا، هو ابني الوحيد وعايزة افرح بيه واشوف عياله واشيل احفاده، كمان عايزاه يجيب ولد يشيل اسم العيلة علشان هو الولد الوحيد. بس يا هبة انا عندي مشكلة كبيرة جدا في ابني. ابني لسه بيتعامل معاملة الطفل الصغير، يعني هو راجل وشحط وتخرج من الجامعة ولسه بيتعامل معاملة الطفل الصغير. قبل ما نكمل حكايتنا يا ريت من فضلكم كل اللي بيسمعونا وبيشوفونا هنا على اليوتيوب تنزلوا تصلوا على الرسول في الكومنتات من فضلكم، كمان تسمعوا الفيديو الاخر وتكتبوا لنا رأيكم في الكومنتات. يلا خلونا ندخل في موضوعنا عشان ما اطولش عليكم. انا عندي ابن واحد وعندي بنتين. جوزي راجل معروف جدا وغني جدا في القاهرة، عنده محلات قطع غيار سيارات اكتر من محل، وعندنا كمان اكتر من عمارة، عربية لكل بنت وولد، وعربية برضو علشاني، مش مخلينا عايزين اي حاجة. ابني خلاص اتخرج من الجامعة وبفكر ادور له على عروسة بنت حلال كده، تناسب له، تكون بنت ناس وبنت حلال جامعية برضو، وتكون مناسبة له وافرح بيه واشيل احفاده، وكمان ارتاح من المصيبة الكبيرة اللي هو لسه بيعملها، هو شحط كبير وراجل. بالفعل يا هبة انا قعدت اتكلمت مع ابوه وقلت له احنا عايزين نجوز عاد دولة ونفرح بيه، احنا ما عندناش غيره، عايزين نشوف له احفاد ويجيب لك ولد يشيل اسم العيلة. هو ما اعترضش ابدا، قال لي خلاص شوفي له عروسة تكون كده بنت حلال، وانا ايه هجهز له الشقة وافرشها له، ومش هخليه ايه ناقصه اي حاجة، هعمل له فرح كبير وهقدم له كمان شبكة كويسة. ده ابوه طبعا هو وحيد وشاب واحد ولسه متخرج، ولا كون نفسه ولا معاه فلوس ولا اي حاجه، ده ابوه هو اللي هيجوزه ويساعده ويبدا له حياته. بعد ما اتخرج هو نزل اشتغل مع ابوه في محلات قطع غيار السيارات. بالفعل يا هبه انا نزلت اكلم كل صحباتي وكل معارفي وحبايبي، وادور في كل بيت على عروسه مناسبه لعادل ابني. بصراحة أنا مش عاجبني العجب، كل ما أشوف عروسة دي قصيرة، دي تخينة قوي، دي بيضة، دي سمرة، دي طويلة، يعني مش عاجبني العجب. أنا عايزة له واحدة كده إيه زي ما بيقولوا كده مرسومة كده بالمسطرة، عايزة له واحدة مفيهاش ولا غلطة. يشاء القدر وأروح صاحبتي ترشح لي بنت واحدة جارتها، وأروح عندهم وأشوف العروسة والعروسة تعجبني. صراحة العروسة حلوة، شعرها طويل وجامعية، بنت ناس ومحترمة وصغيرة، يعني برضو ايه لسه في تانية او في تالتة جامعة، يعني لسه كمان ما اتخرجتش.
ناس محترمين قوي وكويسين. عجبتني العروسه، قلت لهم ان شاء الله باذن الله هنيجي نعمل قعده تعارف عن قريب. طبعا راجعه مبسوطه جدا جدا ان انا لقيت عروسه مناسبه لعادل ابني. اتكلمت مع ابوه، انا لقيت عروسه جايبها لي صاحبتي، دي بنت جارتها، بنت كويسه. وقعدت اقول له مواصفاتها، قال خلاص اوكي طالما كويسه على خيرة الله. رجع عادل بالليل من المحلات بتاعه باباه، فقلت له خلاص يا دولا انا هفرح بيك واجوزك، انا لقيت لك عروسه. قال لي لا انا مش عايز اتجوز، انا عايز اقعد معاك انت يا ماما، انا عايز اعيش معاك انت، انا مش عايز اتجوز. وبيتنطط كده وبيلف حوالين نفسه شبه الاطفال. قلت يا جنيل، هو انا مش هخلص منك؟ انا عايزه بقى اخلص منك ومن قرفك ومن المصيبه الكبيره اللي انت بتعملها. انت لسه زي الشحط وكل ده، لسه بترضع لسه بترضع مني كل ده ومش عارفه افطمك. جيت اتصلت بأم العروسة دي وحددنا موعد ورحنا فعلا اتعرفنا عليها وعملنا قعدة تعارف واتفقنا على كل شيء وتمت الخطوبة الحمد لله. وعملنا له حفلة كويسة وقدمنا له كمان للعروسة شبكة كويسة جدا. وفي خلال وقت قصير اقل من شهر او شهرين كمان حددنا موعد للدخلة الفرح. ابوه كان شطب له الشقه وجاب له وفرشها له وجاب له كل الاجهزه الكهربائيه. ايه العروسه قلنا لها مش هتشتري اي حاجه خالص، احنا كده ايه عايزينك كده بشنطه هدومك، وما كلفناش العروسه اي تكاليف للجواز. خلاص عدوله حبيب ماما بقى هيتجوز. جه بقى حددنا ميعاد الفرح وجه يوم الفرح. جه يوم الفرح عادل طبعا مش راضي ان هو يتجوز، عايز يقعد مع ماما. يوم الفرح بعد ما خلص بقى الفرح والزفة والكوشة والمعازيم والزغاريط والهيصة، رجعنا طبعا على البيت وعادل راجع بعروسته بالعربية وطالع بقى ايه على السلالم في بيت العيلة. طبعا هي شقته في بيت العيلة، واخد عروسته وطالع. طالع بقى زعلان وغضبان ومكلضم ومكشر عيل صغير عايز امه. فجت راحت ايه طلعوا الشقة. بعد ما طلعوا الشقة مفيش نص ساعة لقيت عادل بيتصل بيا. ايه يا عادل في ايه؟ راح قال لها اطلعي يا ماما انا عايزك في موضوع مهم. خير يا ابن اللهم اجعله خير، ايه اللي حصل معاك ومع مراتك؟ ده انتوا لسه ما كملتوش نص ساعة داخلين بيتكم. لما اطلع اشوفه في ايه. طلعت. راح قال لي ايه، مراته كده كانت واقفة حتى لسه ما غيرتش فستان الفرح ولا اي حاجة. ايه يا عادل في؟ قال لها تعالي انا عايزك. اخدني ودخلني في الاوضه جوه وقفلنا على نفسنا الباب وايه وقعد يرضع. هو انا لسه ما فطمتوش، مش عارفه افطمه، وقعد يرضع مني. قعدنا غبنا جوه ربع ساعه نص ساعه. العروسه ما قالتش حتى انتوا بتعملوا ايه، قالت ايه يمكن بيتكلم مع امه كلمتين ولما يخلصوا هيخرجوا. جت راح ايه امه اخدت بعضها ايه ونزلت. راحت قالت لها ايه، قالت لعروسته ايه بعد ما خرجت من الاوضه، اطمني كل حاجه هتبقى زي الفل وتمام ما تقلقيش، ولو عايزه اي حاجه ابقي رني عليا. قالت لها خلاص ماشي يا ماما. دخلت العروسه اوضه النوم تغير بقى فستانها وتفك طرحتها وما اعرفش ايه. عادل طبعا ما بادرش باي حاجه ولا قرب من عروسته ولا ساعدها ان هي تفك طرحها ولا اي حاجه. طبعا عادل ده يعني عادل ده أنا مش عارفه اقول عليه ايه بصراحه. المهم جت راحت ايه آه راحت دخلت الغرفه تغير فستانها. غيرت فستانها ولبست بيجامه كده حلوه وخرجت. يا عادل اجهز العشاء، طب اعمل لك عصير، طب اجهز لك الحمام تاخد شاور وتلبس كده بيجامه حلوه ولا اي تريننج حلو ولا اي حاجه. لا، وقعد يعيط انا عايز ماما، وبيعيط المره دي بيعيط. راحت قالت له في ايه، هو انت عيل صغير كل شويه عايز ماما عايز ماما، ما ماما لسه نازله، وبعدين دي ليله فرحنا وفي حد بيعمل اللي انت بتعمله ده؟ انت عايز ايه؟ اعمل لك اكل، اجهز لك حاجه تشربها، اجهز لك حاجه تلبسها، انت عايز ايه؟ عايز ماما في ايه؟ انا ماليش دعوه انا عايز ماما. وفضل يدبدب ويعيط ويهبد. مسك التليفون اتصل بماما، ماما طلعت.
نفس الحكايه، انا عايزك في موضوع، اخدها وقفلوا على نفسهم الغرفه، قعدوا ربع ساعه جوه، رضعته وخرجت. العروسه واقفه تضرب كف على كف. ايه اللي بيحصل ده؟ انا مش فاهمه ايه اللي بيحصل ده. في ليله جوازي امه طلعت مرتين، قعدت معاه جوه بالربع ساعه وخرجت. عدى الليله دي وناموا، واللي حصل حصل واللي ما حصلش ما حصلش، هو اصلا ما حصلش حاجه. المهم عدت الليله، جت تاني يوم الصباحيه، جت امه بقى من الساعه 7 الصبح تضرب الجرس وتزرغط: مبروك مبروك يا عدوله، مبروك يا عروسه، ربنا ان شاء الله باذن الله اشوف اولادك، وكلام من ده. العروسه قاعده هتموت من الغيظ، صحوها بدري ولا عرفت تنام كويس، وليله كانت سودة ومفيش دخله، مفيش فرح زي البنات. حاجه غريبه، ايه البني ادم اللي انا اتجوزته ده؟ جه راح ايه، قال لها تعالي يا ماما، وراح اخدها برضو وقعدوا في الاوضه ربع ساعه نص ساعه وراحوا خرجوا. العروسه مش عارفه تتكلم وتقول ايه، يعني الليله عدت امبارح وتاني يوم الصباحيه برضو نفس الحكايه، هو في ايه بقى؟ هي واقفه بتسال نفسها هو ايه اللي بيحصل ده. جه بقى على الظهر كده، جم بقى الاهل بقى يباركوا وينقطوا، يدوا للعريس والعروسه النقود بتاع السبوع ويباركوا مبروك وربنا ان شاء الله باذن الله نشيل احفادكم وكلام من ده. عدى بقى يوم الصباحيه وبعد العصر عدى والمغرب عدى والناس اخدوا واجبهم، الاهل يعني اخدوا واجبهم ونزلوا، وخلصت ايه، وخلصت كده يوم الصباحيه. جه بقى بالليل، يوم الصباحيه بالليل راح جه نفس الحكايه، نادى على مامته واتصل بيها كمان، راحت طلعت له ودخلوا الغرفه. راحت البنت بقى العروسه قالت ايه ده؟ اللي بيحصل ده مش طبيعي. يعني اول يوم وتاني يوم وكل شويه امه تدخل وتاخد تاخده معاها الغرفه. هما بيقولوا ايه؟ لما اقف بقى اتصنت بيقولوا ايه؟ طبعا هم قافلين على نفسهم الباب، راحت واقفه على الباب وبتتصنت. هما بيقولوا ايه؟ ما سمعتش حاجه خالص، مفيش اي كلام ولا اي صوت ولا اي حس. قالت خلاص. لما بص بقى من العين بتاعت الاكره بتاعت الباب، في عين كده فاتحه، لما بص اشوف بيعملوا ايه، شافت بقى المصيبه. شافت ان عدوله حبيب ماما امه بترضعه، راجل شحط اتخرج واتجوز وبقى معاه زوجه وامه لسه بترضعه. يا نصيبتي يا جنيله، ازاي ده بيحصل؟ ازاي ده؟ مصدومه مش قادره تصدق. خرجت بقى امه، هي طبعا العروسه قعدت تصرخ وانهارت، وازاي ده بيحصل ومعرفش. امه خرجت على الصوت: مالك يا بنتي في ايه؟ قالت لها ازاي شحط زي ده؟ انتوا ظلمتوني، يعني انا متجوزه عيل ولا متجوزه شاب كبير؟ يعني ازاي شاب زي ده اتخرج من الجامعه وانتوا جوزتوه ولسه بيرضع من امه؟ ازاي؟ قالت لها معلش يا بنتي سامحيني، انا مش عارفه اعمل ايه، انا مش عارفه افطمه ومش عارفه اعمل ايه. انت حاولي تغيريه، انت حاولي بقى انت تفطميه او انت حتى ترضعيه، انا مش عارفه انا اعمل ايه. ارضعه؟ ارضعه ازاي؟ وازاي يعني راجل زي ده ما اتفطمش لحد دلوقتي؟ انا مش مصدقه نفسي. راحت البنت اتصلت باهلها واتصلت بامها وابوها وجولها. حماتها فضلت تقنع فيها قبل ما يجوا ابوها وامها: هكتب لك شقه باسمك، هجيب لك دهب، هشتري لك عربيه، كل اللي انت عايزاه، بالله عليكي ما تفضحيناش، بالله عليكي حاولي انت تبطليه، حاولي انت تفطميه، ما تخلوش يرضع، او حاولي انت ترضعيه، ده بقى جوزك. هو واقف يعيط شبه العيال الصغير: يعني ايه يا ماما؟ يعني انا بعد كده ارضع منها هي وما ارضعش منك انت؟ قلت له اه، خلاص يا حبيبي، دي بقت مراتك، بقى عندك زوجة هي وترضع منها زي ما انت عايز. العروسه خربت الدنيا وما سكتش، ما سكتتش، واتصلت باهلها واهلها جم. يعني ازاي انتوا تظلموا بنات الناس؟ ازاي شاب زي ده لسه بيرضع من امه؟ ازاي يعني ايه بيرضع من امه لحد دلوقتي؟ احنا مش مصدقين، دي حاجه لا تدخل العقل ولا يصدقها عقل. يعني ايه هو لحد دلوقتي بيرضع من امه؟ احنا مش فاهمين. امه بقى قعدت تزعق: هو ده اللي حصل، انتوا حاولوا تبطلوه، وهي مراته تحاول تبطله، معرفش ايه. طب مراته ذنبها ايه؟ العروسه دلوقتي مش عارفه تعمل ايه يا جماعه. العروسه مش عارفه تعمل ايه، تتطلق؟ هي كده لسه بنت تتطلق؟
وتخرب بيتها، تاخده توديه لدكتور نفساني، توديه لشيخ. انا مش عارفه، هي العروسه مش عارفه تعمل ايه. هي شايفه ان حياتها اتدمرت واتظلمت. طب بصي، العروسه دي انا هقول لك رايي في المشكله، وكمان مستنيه من فضلكم راي حضراتكم في التعليقات، تكتبوا لي رايكم لحل مشكلتها، يمكن نلاقي لها حل. بصي يا حبيبتي، انت اقعدي، ده جوزك، اتكلمي معاه بالراحه، اديله فرصه ان هو يتكلم ويهدى كده معاكي، وشوفي السبب ان هو لسه بيرضع من امه ده ايه. ما استجابش لكلامك تقدري تاخديه لدكتور بشري يشوف، يمكن يشوف له علاج. ممكن كمان تاخديه توديه لدكتور نفسي. والله انا، بس انا مش عايزاكي تخربي بيتك وتتسرعي دلوقتي، يعني اديله وقت، خدي وقت مثلا شهر، 2 3 5 6، يعني معلش تعالي على نفسك واصبري شويه، يمكن يتعالج ويلاقوا لها حل. بالنسبه بقى للام بامانه، يعني بجد انت ست ظالمه، يعني انت ظلمتي بنت الناس. يعني ايه ابنك عنده كام سنه خلاص اتخرج وبقى شحط وانت لسه بترضعيه؟ انت المفروض اصلا كنت عرضتيه لدكتور بشري او دكتور نفسي، يعني وديتيه وديتيه لشيخ، وديتيه لدكاتره، يعني كنت اتصرفتي. يعني ايه ده؟ الطفل بيتفطم بعد سنتين وفطامه في عامين، يعني ايه راجل زي ده شحط لحد دلوقتي لسه بيرضع؟ بجد انا مش مصدقه المشكله لحد دلوقتي. من فضلكم تكتبوا لي رأيكم في الكومنتات، وتستنوني في فيديوهات تانية كتير جديدة. ولو لسه ما اشتركتوش في القناة، انزلوا اشتركوا في القناة وفعلوا علامة الجرس على كلمة الكل او كلمة قل، علشان يوصلكوا كل الفيديوز وتقدروا تستفيدوا منها. وكمان تعملوا لايك، اللايك بيدعم القناة وبيفرق معاها جدا. وتاخدوا الفيديو مشاركة لكل الناس علشان كل الناس تقدر تستفيد. انا عملت القناة دي علشان كلنا نستفيد من بعض. كمان ما تنسوش تتابعوني في قناتي الأساسية هنا على اليوتيوب، هبة والمرأة هاشتاج هبة حنفي، بتكلم فيها عن كل شيء يخص البنات وكل شيء يخص المرأة بوجه عام. أتمنى يا رب تكونوا بتستفيدوا مني، بحبكم جدا في الله. أشوفكم فيديوهات تانية بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.